حاجات هتدمر طفولتك. الجزء الاول. في المشهد ده المفترض ان سبونج بوب بينفخ بالونات. بس انت لو ركزت شويه هتعرف ان دي مش بالونات. حاجات هتدمر طفولتك. الجزء الثاني. في فيلم عروسة البحر بتاع ديزني كان في تفصيله غريبه موجوده في البوستر، تفصيله باي شكل من الاشكال ما تنفعش تبقى في فيلم اطفال. لو انت ركزت على الاسرع هتلاحظ حاجه موجوده فيه من فوق، ويا رب ما تبقاش دي الحاجه اللي في دماغي، لان لو هي دي ما تنفعش خالص في بوستر فيلم اطفال. حاجات هتدمر طفولتك. الجزء الثالث. ده كان واحد من بوسترات فيلم الملك الاسد اللي نزل لفتره محدوده. انا عايزك تركز كده في التفاصيل اللي فيه وتقول لي شفت ايه غريب. هحاول اسهلها عليك، بص كده على مناخيره وقول لي انت شايف ايه. لو انت خلاص فشلت ومش عارف خليني اوفرها عليك. ناس كتير شافت ان رسامين ديزني كانوا خافيين صوره واحده لابسه بكيني في البوستر. تفاصيل مرعبه هتدمر طفولتك. الجزء الرابع. في فيلم شركه المرعبين المحدوده في اخر الفيلم المشهد اللي دخل فيه شلبي على ابوه الاوضه. كان في رسمه موجوده على الشمال لواحد وواحده. حد بقى من اخواتنا في ديزني فهمنا ايه ده. حاجات هتدمر طفولتك. الجزء الخامس. في المشهد ده كان دي اول مره طرزان يشوف فيها بني ادم زيه، بس في حاجه انتوا كلكم ما اخدتوش بالكم منها في المشهد ده. ها يلا حد يفتكر ايه هي، او حد اخد باله منها وهو صغير؟ ايوه، في اللقطه ديت لما طرزان حط راسه على صدر جين. طبعا في ناس هتقول لي ان هو كان بيحاول يسمع نبضات قلبها، منطقي، لكن حد يقدر يقول لي هو في المشهد ده كان بيحاول يسمع ايه او يشوف ايه؟ حاجات هتدمر طفولتك. الجزء السادس. سبونج بوب عمل جريمه قتل قبل كده. في واحده من الحالات سبونج بوب ومستر سلطة سمعوا ان في واحد نصاب بيدخل المحلات وبياكل منها على انه مفتش صحه. في نفس اللحظه دي دخل لهم واحد بيقول ان هو مفتش صحه وبدا ياكل. مستر سلطة اتجن وقرر ان هو ينتقم بانه خلى سبونج بوب يعمل برجر فاسد قدموه للراجل عشان ياكله، بعدها بشويه حس باختناق. وفي مشهد صعب جدا بدا الراجل يتخنق ويموت قدامهم، وكل اللي عمله سبونج بوب ومستر سلطة ان هم فضلوا يتفرجوا عليه وهو بيموت. بعد ما قتلوه ظهر على التلفزيون صوره للنصاب الحقيقي وطلع ان ده مفتش صحه بجد اللي هم قتلوه. لما سبونج بوب ومستر سلطة ادركوا ان هم قتلوا الراجل الغلط، قرر مستر سلطة ان هم ياخدوا الجثه ويخفوها. بدا يبتز سبونج بوب عشان هو شريكه في الجريمه وخلاه يحفر للجثه قبر. رأسه بارز. كنت أعتقد أنه يحتاج الهواء. الموتى لا يحتاجون الهواء. فلو انت فكرت فيها دي حلقه ما ينفعش انها تتعرض للاطفال، لان دي جريمه متكامله الاركان. حاجات هتدمر طفولتك. الجزء السابع. في واحده من حلقات لوني تونز اللي ظهر فيها دونالد داك مع باكس بوني. دونالد داك كان قاعد بيقرا مجله وباكس بوني عمال يبص عليه. ركزوا كده شويه في المجله اللي ماسكها دونالد داك. لو ما لاحظتش حاجه خليني اقرب لك الصوره شويه. المجله مكتوب عليها بلاي داك ومرسوم عليها بطه بشكل مش مظبوط، واللي ياكد لك ان المجله دي فيها حاجه مش مظبوطه هي نظرات باكس بوني ليه. حاجات هتدمر طفولتك. الجزء الثامن. في فيلم عروسة البحر في مشهد الفرح في حاجه انتوا ما لاحظتوهاش. لو انت بصيت على المشهد هتحس ان هو طبيعي جدا ما فيهوش اي حاجه، بس سيبك من العريس والعروسه، انا عايزك تبص على الراجل اللي بيجوزهم. لو مش ملاحظ حاجه خليني اوضح لك الصوره شويه. من الواضح كده ان عمو القسيس كان متحمس اكتر من العريس والعروسه ذات نفسهم. حاجات هتدمر طفولتك. الجزء التاسع. في فيلم سندريلا كان لها اصحاب فيران وكانوا بيحاولوا يساعدوها في الفستان والعقد، لكن اللي حصل ان القط هاجم الفيران والعقد اتفرط منهم واضطروا يلموه. جاست وجاج اللي هم الفارين وهم بيحاولوا يلموا العقد كان بيحاول انه يستعمل ديل صاحبه، لكن الناس الكبار لما رجعوا اتفرجوا على المشهد دوت فهموا ان القصد منه كان حاجه تانية، حاجه باي شكل من الاشكال ما تنفعش انها تبقى في فيلم اطفال. حاجات هتدمر طفولتك. الجزء العاشر. كلنا اتفرجنا على بيتر بان وعارفين ان عنده اكتر من قدره سحريه، من ضمنها ان ديلو بيتصرف لوحده واغلب تصرفاته كانت تصرفات شقيه. وفي واحد من المشاهد اللي بيتر كان بيبص على ديلو، لو ركزت شويه هتعرف ان انعكاس ديلو كان في حاجه مش مظبوطه. حاجات هتدمر طفولتك. الجزء ال11. اغلبنا يعرف شخصيات المينيونز، هم شخصيات لطيفه وبيشتغلوا مساعدين للاشرار، لكن في حقيقه مرعبه ورا اشكالهم دي. في وقت الحرب العالميه الثانيه الجيش الالماني كان بياخد الاطفال اليهود اسرى عنده، وكانوا العلماء بيستعملوهم زي فئران التجارب. كانوا بيجربوا عليهم اسلحه وغازات سامه، وبدا عدد كتير من الاطفال يموت، وهم عشان يقللوا عدد اللي بيموتوا صنعوا لهم البدل اللي احنا شايفينها. لو بصيت على شخصيات المينيونز هتعرف ان شكلهم مستوحى من تصميم البدله، غير انهم قصيرين وتصرفاتهم طفوليه. حاجات هتدمر طفولتك. الجزء ال12. انا وإلسا هيبقوا اخوات طرزان. بنشوف الاب والام وهم بيركبوا السفينه دي في اول الفيلم، بتحصل عاصفه عملاقه والمركب بتغرق. الام في الوقت ده بتكون حامل في طفل وبتولده، وبينجحوا في النجاه من غرق المركب. بيوصلوا في جزيره ويعيشوا فيها الفتره لحد ما بيجي حيوان جاجور وبيقتلهم. الاب والام هم اللي ماتوا لكن الطفل فضل حي. الطفل ده اللي فيما بعد هيبقى طرزان. لو حطيت صور الشخصيات جنب بعض هتلاحظ الشبه ما بينهم، ولو لسه مش مصدق فاحب اقول لك ان مخرج فيلم فروزن طلع واكد الكلام ده. حاجات هتدمر طفولتك. الجزء ال13. في فيلم شريك واللورد فاركواد شفنا عيلة من الدببة اتباعت مع الحمار. عيلة كانت مكونة من أب وأم وابن. شفناهم بعد كده في مشهد المستنقع على إن الأب والابن بس هم اللي موجودين.
الام مش موجوده وشكلهم حزين. بعد كده بنكتشف ان اللورد فاركواد قتل الام وعمل منها سجاده. حاجات هتدمر طفولتك الجزء ال 14. شخصيات سبونج بوب لو كانوا حقيقيين. كلنا عارفين شكل شفيق، ده شكله لو كان حقيقي. مش منظر مريح صح؟ نيجي بقى لسبونج بوب. دي بصراحه حاجه تنفع فيلم رعب، يعني كفايه لغايه كده. شمشون هو الطف شرير انا شفته في كرتون. اظن كده بقى شرير بجد، يتخاف منه. حاجات هتدمر طفولتك الجزء ال 15. اشكال شخصيات الكرتون لو كانوا في الحقيقه. مارد وشوشني شكله كيوت، اظن كده يقدر ان هو يبقى مخوفاتي. كوريجي الجبان، اظن انه مش هيخاف من اي وحش تاني. نيجي بقى البسيط، ده كده بسيط نسخه البيج رامي. حاجات هتدمر طفولتك الجزء ال 16. في نظريه مرعبه بتقول ان المكون السري البرجر سلطه هو لحم السلطعون. على مدار الحلقات احنا عرفنا شويه مكونات للبرجر زي الخس والطماطم والكاتشب والمستردة، لكن المكون الاساسي المعموله منه اللحمه معرفناش هو ايه. مستر سلطع بسبب ان هو بخيل جدا وبسبب حاله الاكتئاب اللي حصلت له بعد ما كان جندي في الحرب، قتل كل السلطعونات الموجوده بما فيهم عيلته وعمل من لحمهم برجر. عشان كده طول المسلسل مش بنشوف اي سلطعون غيره، حتى بنته لؤلؤه مش سلطعون زيه، دي مجرد حوت هو متبنيها. وشكل مقرمشات سلطع لو انت بصيت عليها تعرف ان هو شبه المصيده بتاعه السلطعون بالظبط. حاجات هتدمر طفولتك الجزء ال 17. في نظريه بتقول ان ديكستر يبقى مريض نفسي. ديكستر يبقى طفل ذكي جدا وعنده مختبر سري، واللي بيحصل ان دايما اخته ديدي بتدخل المختبر ده وبتدمر له حاجاته، وقعدت تلعب في المواد الكيميائيه الخطيره اللي هو بيبقى سايبها لحد ما حصل انفجار كبير جدا موتها وموت اهله. ديكستر من بعدها حس بالذنب وما قدرش انه يتقبل الموضوع، واخترع جهاز يقدر ان هو يعمل نسخ من اهله. عشان كده في كل الحلقات بنلاقي افعالهم كل مره متكرره، وفي حلقه من الحلقات اهله اتحولوا لوحوش، وفي الحلقه اللي بعدها لقيناهم بقوا تمام، وده يثبت ان هم نسخ ولما بيحصل لهم حاجه هو بيستبدلهم. حاجات هتدمر طفولتك الجزء ال 18. في واحدة من حلقات توم وجيري القديمة اللي الرسامين راحوا بخيالهم بعيد شوية. هتدمر طفولتك الجزء 19. في نظرية مرعبة بتقول ان الدببة التلاتة هم مجرد بشر متنكرين، لان احنا طول المسلسل بنشوفهم بيتعاملوا مع البني ادمين عادي. كمان لما حد فيهم بيتعب بيودوه لدكتور بني ادمين مش دكتور بيطري. وكنا بنشوف باندا بيحاول يرتبط ببنت من البشر، مع ان الطبيعي ان هو يروح يدور على دبدوبه شبهه. ده اللي ياكد لك ان هم مجرد بشر متنكرين في ازياء حيوانات، وده لان كل واحد فيهم عنده مشكله نفسيه. باندا مثلا خجول، وقطبي عنده اعراض مرض التوحد، وشهاب بيدعم حقوق الحيوانات. حاجات هتدمر طفولتك الجزء العشرين. في نظريه مرعبه بتقول ان نيمو مجرد وهم وان هو ملوش وجود. في بدايه الفيلم احنا شفنا سمكه متوحشه وهي بتاكل ام نيمو والبيض اللي معاها، واثناء ما مرهف اللي هو ابو نيمو بيحاول ينقذهم السمكه بتضربه وبيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي ما تبقاش غير بيضه واحده اللي فيما بعد هتبقى نيمو. لكن خليني اقول لك ان مش ده اللي حصل. اللي حصل ان السمكه موتت كله وما تبقاش غير ابو نيمو، وبسبب شعوره بالذنب والتقصير بدا يتخيل ان عنده ابن وانه طول الفيلم كان بيدور عليه. ومن ضمن الاثباتات على النظريه ديت ان انت لو جيت تترجم كلمه نيمو باللغه اللاتينيه هيطلع لك معناها لا احد، والبحث عن نيمو يعني البحث عن لا احد. حاجات هتدمر طفولتك الجزء ال 21. في نظريه بتقول ان بيتر بان مختل عقليا، بيخطف الاطفال الصغيره من اهاليها وبيحبسهم في مكان اسمه نيفرلاند، وبيفضلوا قاعدين معاه لحد ما يبداوا يكبروا، واول ما تظهر عليهم علامات الكبر بيتر بان بيقتلهم. عشان كده مفيش حد في نيفرلاند من الاطفال دي بيكبر، لكن في واحد بس قدر ان هو يهرب وهو كبير. الواحد ده كان يبقى كابتن هوك، وعشان كده بيتر بان اكتر من مره حاول انه يقتله، ومنهم المره اللي اكله للتمساح ولكنه نجا بعد ما التمساح قطع ايده. وهنا تبتدي تسال مين فيهم الشرير الحقيقي، بيتر بان ولا كابتن هوك؟ حاجات هتدمر طفولتك الجزء ال 22. صدقني لما اقول لك ان ام رابنزل هي نفسها مرات ابو سنو وايت. في نهايه فيلم سنو وايت احنا شفناها وهي بتقع من فوق الجبل، بس ما تاكدناش اذا كانت ماتت ولا لا. اللي حصلت انها قدرت تهرب وغيرت هويتها، وفيما بعد بقت هي ام رابنزل. خد بالك ان سنو وايت ورابنزل تقريبا في فتره زمنيه واحده، والاثنين كان عندهم نفس الدوافع، وان هم مهووسين جدا بالجمال والشباب، وبيستعملوا نفس السلاح اللي هو خنجر، وفي هيئتهم وهم عواجيز بيبقوا شبه بعض جدا. هتدمر طفولتك الجزء ال 23. في فيلم شركة المرعبين المحدودة لما كانوا موجودين في مطعم كوابيس وبو طلعت وخوفت كل الناس. التلفزيون بعد كده سأل اتنين من الوحوش اوصافها ايه، واحد قال ان هي كانت بتضرب ليزر من عينيها، والتاني قال ان هي رفعته بقوة البني ادمين السحرية ورمته زي العروسة. الاوصاف اللي هم قالوها ديت هي فعلا بتنطبق على حد بس مش بو، هي بتنطبق على جاك اللي هو يبقى اصغر طفل في عيلة زي انكريدبلز. جاك عنده القدرة ان هو ينقل نفسه لابعاد تانية، ولما كان بيختفي ما كناش بنعرف هو بيروح فين او ايه العالم اللي هو راح له. ده غير ان الاوصاف اللي هم قالوها زي ان هو بيضرب ليزر من عينيه، وان هو كمان عنده القدره على تحريك الاشياء بعقله، هي نفسها القوه الخارقه بتاعته. فمن الواضح ان جاك نقل نفسه لعالم المرعبين هو اللي كان موجود في الوقت اللي كانت موجوده فيه بو. هتدمر طفولتك الجزء ال 24. ما سالتش نفسك ليه في فيلم كارز عمرنا ما شفنا بني ادمين؟ في نظريه مرعبه بتقول ان البني ادمين كانوا موجودين على الكوكب عادي، بس الذكاء الاصطناعي لما اتطور محى البشريه كلها.
كل عربيه قتلت صاحبها واخدت شخصيته، فدايما هتلاحظ ان احنا عمرنا ما قدرنا نشوف اللي جوه العربيات. وعندهم صفات كتيره شبه البشر زي العينين والبق، كمان بياكلوا نفس اكلنا وعندهم نفس الثقافات واللغات بتاعتنا. النظريه ديت لما اتعرضت على واحد من صناع الفيلم اللي هو جاي وارد اكد النظريه. حاجات هتدمر طفولتك الجزء ال25. فيلم توي ستوري. لا الصراحه انا مش جاي اقول لك المره دي حاجه جديده، انا هقول لك قصه الفيلم تاني وعايزك تفكر فيها بالراحه. الفيلم بيتكلم عن مجموعه لعب بالليل وانت نايم بتقوم وبتتحرك وبتعمل اللي هي عايزاه. الفكره دي تنفع لفيلم رعب، تشاكي، انابيل، ديد سايلنس. احنا كمان في الجزء الرابع من توي ستوري شفنا العروسه اللي كانت موجوده في ديد سايلنس. الفكره اللي انا عرضتها دلوقتي ديت في اطفال كتير اقتنعوا فعلا بيها وكانوا بيخافوا من ان اللعب بتاعتهم بالليل هتقوم وتتحرك. هتدمر طفولتك الجزء 26. انتوا عارفوا ان مسلسل كوليدج الكلب الجبان هو قصه حقيقيه في ولايه نيو مكسيكو في امريكا، في بلده فعلا اسمها ميدل اوف نو وير، وده نفس اسم المدينه اللي هو عايش فيها في المسلسل. هي عباره عن منطقه متطرفه وعدد سكانها قليل جدا، وفي بيت هناك عايش فيه زوجين مسنين ومعاهم الكلب بتاعهم، وبلغوا اكتر من مره ان هم شافوا حاجات غريبه، واخر حاجه بلغوا عنها هو كائن اسمه السكين ووكر، وبعدها اختفوا وما تبقاش غير الكلب بس. السلطات بحثت لكن عمرها ما لقيت لهم اثر، حتى الجثث ما لقوهاش. التفسير المنطقي الوحيد اللي اتقال هو ان على بعد كام كيلو متر منهم كان في قاتل متسلسل اسمه ديفيد باركر قتل حوالي 60 ست لحد ما السلطات قبضت عليه. حاجات هتدمر طفولتك الجزء 27. الساموراي جاك هو نفسه البروفيسور بتاع فتيات القوه. كلنا عارفين فتيات القوه اتصنعوا ازاي، الثلاث مكونات واتضاف عليهم بالغلط العنصر الكيميائي اكس. طب عمرك سالت نفسك العنصر ده جه منين؟ البروفيسور كان في زمن من الازمنه محارب اسمه ساموراي جاك، وكان بيحارب شيطان اسمه اكو، وقبل ما يقتل اكو بلحظه اكو استعمل السحر بتاعه وبعته للمستقبل. الساموراي جاك حاول كتير جدا ان هو يرجع لزمنه، ومن الواضح ان هو فشل، فرجع لزماننا احنا، زمن ما يكونش اكو هو اللي بيحكم العالم فيه. هناك بقى بروفيسور واستخدم دم الشيطان اكو اللي هو العنصر الكيميائي اكس اللي استخدمه عشان يصنع فتيات القوه ويديهم القوه الخارقه الموجوده عندهم. يعني في الاساس فتيات القوه هم بنات الشيطان اكو. هتدمر طفولتك الجزء 28. في نظريه مرعبه بتقول ان تيمي تيرنر ما عندوش كوزمو او واندا، ما عندوش ابوين سحريين بيحققوا له امنياته ولا حاجه، وان دي مجرد تخيلات في مخه، وده بسبب ان تيمي تيرنر مصاب باكتئاب حاد، والاكتئاب ده كان سببه هو معامله اهله ليه، واللي طول المسلسل بنشوف انهم راميينه، ما بيسالوش فيه، ما بيسمعوهوش، ولو جه يشتكي لهم عن حاجه بيقولوا انت مكتئب وزعلان ليه؟ انت مش لسه اكل فراخ النهارده؟ ده طبعا بالاضافه للمربيه بتاعته اللي هي فيكي، واللي طول المسلسل عماله بتهين فيه، بتتنمر عليه وبتعامله اسوأ معامله. كل الضغط النفسي دوت عليه خلاه يتخيل ان عنده ابوين سحريين، واكبر دليل على النظريه ديت ان مفيش حد بيشوفهم غيره، واي امنيه هو بيتمناها ما بتسيبش تاثير للحلقه اللي بعد كده. حاجه تدمر طفولتك الجزء 29. هيركليز واريل يبقوا ولاد عم. طبعا انت صعب تصدق ان اريل قريبه اي حد في ديزني، وده لانها حوريه بحر. بس تعال ناخد لفه سريعه في الميثولوجيا الاغريقيه. هيركليز في الاساس ابن زيوس، واريل بنت تريتن. تريتن ابن بوسايدن، وبوسايدن يبقى اخو زيوس. فانت لو فكرت فيها تعرف ان تريتن يبقى ابن عم هيركليز، وبكده اريل تبقى قريبه هيركليز. هتدمر طفولتك الجزء 30. انت عارف ان الاقزام السبعه في الاساس كانوا 6 بس، لحد ما في مره وهم شغالين في الغابه لقوا طفل صغير وسموه دوبي، ودوبي بسبب المعاناه اللي شافها في صغره ما كانش بيقدر يتكلم، لكن اللي حصل ان مع مرور السنين دوبي ما طلعش قزم ونموه استمر عادي. كبر وسافر ايطاليا وهناك فتح كوخ لنحت الخشب وبقى اسمه جيبت. نحت عروسه لعبه على شكل طفل وسماها بونوكيو. لو بصيت على الشخصيتين هتلاقيهم شبه بعض جدا، نفس المناخير، نفس العين الزرقاء، وحتى نفس شكل الوش. حاجه تدمر طفولتك الجزء 31. انا وإلسا يبقوا قرايب روبانزل. طبعا في اخر فيلم فروزن احنا شفنا روبانزل من ظهرها، ولو انت بصيت على شكل الملك ابو انا وإلسا هتلاحظ ان هو شبه ام روبانزل، في الاغلب هي اخته. لاحظ كمان ان الاثنين من دم ملكي، وروبانزل عندها شعر اصفر وقوه سحريه، وإلسا عندها شعر اصفر وبرضه قوه سحريه. اللي حصل ان ابو إلسا لما سمع ان روبانزل اتخطفت علشان عندها قوه سحريه خاف على بنته وراح حابسها في القلعه عشان يحميها وما يحصلهاش نفس اللي حصل لروبانزل. حاجات دمرت طفولتك الجزء ال 32. مين ما يعرفش كابتن ماجد اللي بيشوط الكوره في 5-6 حلقات؟ لكن خليني اصدمك واقول لك ان هو كل ده بيتخيل. في حلقه اتعرضت كانت بتعرفنا بطفولته اللي هي المفترض تبقى زي الحلقه الاولى، وكانت بعنوان بيج دريمز، احلام كبيره، وركز في الاسم كويس. في الحلقه دي بنشوف كابتن ماجد وهو بيلعب بالكوره، وبعدين بتيجي عربيه وبتخبطه، لكن بقدرة قادر الكورة بتنقذه من يومها بتبقى شغفه. والمفترض ان الحلقة الأخيرة من المسلسل شفنا كابتن ماجد وهو أخذ كأس العالم، لكن مش دي الحلقة الأخيرة، في حلقة كمان بعدها، لكن من كتر ما هي سوداوية ما رضوش ان هم يعرضوها، لكنها بالغلط اتسربت واتعرضت في اسبانيا واتدبلجت كمان. وفيها كابتن ماجد بيصحى في المستشفى وبنكتشف ان هو عمل حادثة ورجليه اتقطعت، ان كل دوت كان مجرد تخيلات من عنده. ولو فكرت فيها الموضوع منطقي، اصل معلش يعني ده بيقدر يشوط كوره بتتني العارضه الحديد، او بتخرم الشبكه، او بتخلي ايد حارس المرمى تطلع دخان.
تدمر طفولتك الجزء ال 33. مسلسل بس بوبي اللي بيتكلم عن كائن نص قطه ونص كلب. في نظريه مرعبه بتقول ان المدينه اللي هم عايشين فيها موجوده جوه شرنوبل، وهي حقل تجارب للجيش الروسي. وبس بوبي واغلب الحيوانات اللي معاهم اللي هتحسها مشوهه فعلا كلهم موجودين جوه المدينه، وحصلت لهم التشوهات دي بسبب الاشعاعات النوويه. في فيديوهات كتير انتشرت من مدينه شرنوبل لحيوانات شكلها مشوه، ومنها الغزاله دي اللي شفناها بتجري وهي ملهاش راس اصلا. تدمر طفولتك الجزء ال 34. في نظريه بتقول ان النيزك وقع جنب بن والانفجار خلاه يروح في غيبوبه، وان هو كل دوت بيتخيل وعايش في غيبوبته. بس لو ركزت كده هتلاحظ ان في شويه حاجات غير منطقيه حصلت. اولا الانفجار كان كبير جدا وقريب من المخيم، وبنت عمه وجده ما سالوش في الموضوع. لا وبعد فتره كمان جده اللي كان شغال سباك وكان ممل نكتشف ان هو اصلا بيحارب الفضائيين، وبنت عمه اللي مش طايقها بقدره قادر بقى عندها قوه سحريه. خد بالك ان اصلا بن مهووس بالالعاب وبالكوميكس، ولو بصيت على الشخصيات بتاعته هتلاحظ ان هي فيها شبه كبير من ابطال الكوميكس. كيت بلاست لو انت بصيت عليه هتلاحظ ان هو شبه ايرون مان جدا. ده حتى الاشرار اللي هو بيحاربهم كلهم يا اما بيسيبهم يهربوا، ولو مسك حد فيهم نادرا ما بيسلموا للشرطه، ده عشان هو عايزهم يرجعوا ويحاربوه ويفضل مستمتع في الغيبوبه بتاعته. تدمر طفولتك الجزء ال 35. ما سالتش نفسك ليه بسيط غبي جدا كده؟ السبب في كده انه للاسف بسيط مصاب بمتلازمه داون. ابوه وامه بيحبوه لكن ما استحملوش ان هم يربوه ويشوفوه يكبر قدامهم، فرموه في الشارع، ومن يومها بقى بسيط مشرد. عشان كده هتلاقيه عايش تحت صخره وما عندوش وظيفه ولا حتى اصحاب. لكن ابوه وامه راحوا لسبونج بوب ووصوه ان هو ياخد باله منه، ومن يومها بقى هو وسبونج بوب اعز اصحاب. تدمر طفولتك الجزء ال 36. بيل من فيلم الجميله والوحش وجين من فيلم طرزان هما الاثنين يبقوا قرايب، وتحديدا يعني بيل تبقى هي جده جين. لو بصيت على الاثنين هتلاحظ الشبه ما بينهم، ده كمان الاثنين عندهم نفس الفستان الاصفر. وفي مشهد من مشاهد فيلم طرزان شفنا الطقم بتاع الشاي اللي كان موجود في فيلم الجميله والوحش ظهر مع جين. في الاغلب هي ورثته عن جدتها، والاثنين تقريبا عاشوا نفس القصه لانهم حبوا رجاله فيهم طباع الوحوش. تدمر طفولتك الجزء ال 37. كل واحده من شخصيات فيلم وين الدبدوب بتمثل اضطراب عقلي. فجله عنده اضطراب القلق العام عشان كده هتلاقيه بيخاف من كل حاجه. حوار عنده اكتئاب حاد. ارنوب عنده وسواس قهري للنظافه. كانجا عندها اضطراب القلق الاجتماعي عشان كده بتخاف على ابنها وطول الوقت حبساه. نمور عنده اضطراب فرط الحركه فتلاقيه طول الوقت عمال بيتنطط. زازا نرجسي طول الوقت محسس اللي حواليه ان هو احسن منهم وفاهم كل حاجه. كريستوفر روبن مصاب بانفصام الشخصيه، اما وين الدبدوب مصاب باضطراب الشره المفرط عشان كده مش بيقدر يوقف اكل ابدا. تدمر طفولتك الجزء ال 38. سبونج بوب يبان على ان هو غلبان وطيب، لكن خليني اقول لك ان هو في الحقيقه سفاح وقتل كميه ناس كبيره. في واحد من الحلقات لما كان هو وساندي طالعين القمر طلب من ساندي ان هو اللي يسوق الصاروخ، لكن ساندي رفضت وقالت له انت فاكر اخر مره لما خليتك تسوق الطياره؟ وبعدين راحت مشاوره له من الشباك على مقابر. ده معناه ان سبونج بوب وقع بالطياره وموت ناس كتير جدا. ولو ركزت على المقابر دي هتلاحظ ان في اسم واحد بس اللي باين، اسم توم. وتوم ده سمكه ظهرت اكتر من مره في المسلسل، منهم المره بتاعت حلقه الشوكولاته لما هزق سبونج بوب بسيط، وعمل في سبونج بوب مقلب لما خلاه هو وشفيق يجيبوا بيتزا ووصف لهم الطريق غلط وفضلوا يلفوا بالايام، ولما وصلوا له بالاوردر مسك الاوردر ورماه في وش سبونج بوب. سبونج بوب عشان ياخد حقه وينتقم مش بس منه، من كل الناس اللي اذوه ركب الطياره ونزل بيها وموت كل دول. تدمر طفولتك الجزء ال 39. عمرك شفت وش الست ديت؟ دي كانت صاحبه البيت اللي عايش فيه توم ومع جيري، وعمرنا ما شفنا وشها مع انها ظهرت في اكتر من حلقه. لكن خلينا افاجئك واقول لك ان هي في واحده من الحلقات وشها ظهر بس ما حدش فينا اخد باله. ظهر لمده جزء من الثانيه. لو ركزت في المشهد ده وهي جايه بتجري اهو. تدمر طفولتك الجزء ال 40. في فيلم الفار الطباخ ما سالتش نفسك ازاي ريمي عرف ان ايجو بيحب الخلطبيطه بالصلصه؟ اشمعنى دي اللي اختارها من وسط كل الاكلات التانيه؟ في اول الفيلم احنا شفنا ست عجوزه وهي بتضرب عليهم نار. ركز كده في البيت بتاعها هتلاحظ انه نفس البيت بتاع ايجو، نفس الدفايه، نفس الكرسي، نفس الكومودينو، نفس ماسوره الصرف، ونفس البرتقان المتعلق. وده معناه ان الست العجوزه اللي كانت في اول الفيلم هي ام ايجو، وان ريمي الفار وعيلته كانوا عايشين معاهم، وعشان كده كان عارف انه بيحب الخلطبيطه بالصلصه. تدمر طفولتك الجزء ال 41. في مسلسل جامبل في حلقه زي ابلود لما دارون بيحاول يقنع جامبل ان هو ما يخشش على إلمور بلس، لكن جامبل دخل بالغلط وبدا يشوف مقاطع فيديو لحد ما وصلوا الفيديو بيظهر فيه مستر سمول وهو قاعد بيعمل يوجا وفي عين ثالثه على راسه، مش محتاج اوضح دي بتاعت ايه. وبعدين بيبتدي ان هو يختنق وبيبلع نفسه وبعدين بيطلع من بقه في مشهد مرعب ما يناسبش خالص الاطفال. والمشهد ده مستوحى من مسلسل زي اكس فايلز لما كان في كائن بيخرج من بقه بنفس الطريقه. في حلقات كتير جدا مرعبه زي كده لجامبل. لو عايز تتفرج عليه اعمل فولو ولايك، قول لي عاش في كومنت وركز في اللي هقوله. هتخش على جوجل هتكتب سيما روم في البحث، تختار اول لينك هيطلع لك، تضغط علامه البحث اللي في الموقع وتكتب جامبل وروق على نفسك. تدمر طفولتك الجزء ال 42. بينج بونج اللي شفناه في فيلم انسايد اوت والمفترض ان هو كان الصديق الخيالي بتاع رايلي. خليني اصدمك واقول لك ان هو وحش حقيقي وكان بيشتغل في شركه المرعبين المحدوده، لكنه انضم للشركه بعد ما بداوا يستعملوا الضحك مكان الصراخ، وكان هو المخوفات المسؤول عن رايلي، وبدات تنشا ما بينهم علاقه صداقه. وطبعا الكلام ده في عالم الوحوش كارثه، فالشركه لما عرفت دمروا الباب عشان يقطعوا علاقته بيها، وده نفس اللي حصل مع شلبي ومع ابوه.
حاجات هتدمر طفولتك الجزء 43. في فيلم الملك الاسد احنا شفنا قصه حب نالا وسيمبا، لكن في حاجه مرعبه محدش اخد باله منها. في اول الفيلم احنا شفنا كل الحيوانات وهي متجمعه، زرافات وافيال وحتى الاسود، ولو بصيت على الاسود هتلاحظ ان في ذكرين بس اللي هم مفاسة وسكار، وباقي الاسود كلهم اناث. وطبعا نالا استحاله تكون بنت مفاسة، لكن الحقيقه ان هي بنت سكار. ولو بصيت على كل الاسود هتلاحظ ان عينهم لونها احمر، الا نالا وسكار هما الاثنين عندهم نفس العين الخضراء، وده معناه ان سيمبا اتجوز بنت اللي قتل ابوه. كانت هتدمر طفولتك الجزء ال 44. دي واحده من حلقات توم وجيري اللي اتعرضت واللي كان فيها مشاهد كتيره مرعبه. الحلقه بتبتدي بان توم كالعاده بيجري ورا جيري، لكن في بيانو بيقع على توم وبيموته. توم هنا بيشوف مصيره واللي هينتهي بيه في الجحيم في حاله ان جيري ما سامحوش قبل ما الوقت يعدي. المهم ان توم بيرجع بسرعه معاه وثيقه وبيبتدي ان هو يتوسل لجيري بكل الطرق عشان بس يسامحه. جيري طبعا بيفضل يذله، لكن في الاخر بيرضى عنه وبيمضي له على الوثيقه. المشكله ان الوقت بيكون عدى للاسف. توم هنا بيواجه مصيره المرعب. توم بيقع في مكان اشبه بجهنم، ونشوف كلب ليه قرون وماسك رمح ثلاثي، وده اللي بيمثل ابليس، وبيمسك توم وبيفضل يعذبه.